السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. عايزة اقول لكم وحشتوني جدا جدا، ومعلش انا بقالي فترة مش بنزل فيديوهات، بس هنزل لكم ان شاء الله فيديوهات حلوة الفترة الجاية. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة الطحينة الاقتصادية بتاعت المطاعم. موفرة جدا جدا والطعم رائع. انا خلاص اعتمدت الطريقه دي، ما عدتش هتعامل او هعمل غير الطريقه دي. قبل ما نبدا وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه هيكون معايا رغيف عيش من العيش الشامي اللي انتوا شايفينه ده. ممكن استبدله ب2 فينو واشيل الوش الغامق بتاع الفينو من فوق. ابدا اقطعه في طبق كده زي ما انتوا شايفين، واحط عليه ميه سخنه تغطيه عشان انا عايزاه يتشرب الميه دي كويس جدا. عايزه اقول لكم في المطاعم بيعملوا كده، بيستخدموا العيش الشامي ده في عمل سلطه الطحينه، وبتبقى تقيله وطعمها حلو جدا وجميله. وهنستخدم بقى التوابل بتاعتنا. طبعا هنضربها في الكبه او في الخلاط او بالهاند بلندر، اي حاجه عندك انت هتستخدميها مفيش مشكله خالص. هنحط التوابل، هي عباره عن معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه ملح، ونص معلقه صغيره من الشطه، ونص معلقه من الفلفل الاسود. وهنحط معلقتين خل ونص كوبايه من الزيت. ممكن نستبدل التوم البودر بتوم مهروس عادي من البيت عندنا عادي، فصين توم ونفرمهم. ونحط بقى كل الخليط ده في الكبة، وهنحط كمان ليمونة نعصرها كده على الخليط. عايزة اقول لكم ان المطاعم بتعمل الطريقة دي، وهنستخدم كمان معلقة من الطحينة، وكمان ممكن يستغنوا عن معلقة الطحينة دي، بس احنا هنستخدمها علشان تدينا طعم احلى يعني. بس كده هنبدأ نضربهم كلهم مع بعض. السلطة الطحينة دي بتعتمد على التوابل، كل ما كترتي في التوابل هي اللي بتدي الطعم، ومش شرط طحينة خالص. نبدأ نضربهم كويس جدا لحد ما يختلطوا، وهوريكم بقى دلوقتي قد ايه اداني سلطة طحينة تقيلة جدا وكمية كبيرة جدا ومن معلقة واحدة بس. طعمها خطير يا جماعة، جربوها مش هتندموا ان شاء الله، هتعجبكم جدا جدا. كمان في رمضان هتوفر معانا جامد، لان انا في رمضان ولادي بيحبوا على السحور الفول بالطحينة. طبعا بدل ما كنت بستخدم علبة طحينة اعملها على مرتين بقى، واصلا العلب الطحينة بقت غالية دلوقتي زي ما انتوا عارفين. اجيب علبة بقى تقضيلي طول الشهر، او انا اعملها في البيت زي ما انا كنت منزله لكم الطريقة برضو قبل كده على القناة. شوفوا الكمية اللي طلعت، كمية كبيرة جدا من معلقة طحينة واحدة بس. هبدأ بقى اجيب اللي هو الطبق اللي كان فيه التوابل، اللي انا كنت لسه موريهولكوا يعني، حاطه فيه التوابل، وهبدأ احط فيه حبة كده من الطحينة عشان اوريكم قد ايه هي تقيلة وقد ايه الكمية كبيرة جدا ما شاء الله. وهزينها بقى من على الوش كده ببابريكا او اي حاجة اللي انتوا بتحبوه يعني هتزينوها. ودي احلى سلطة طحينة تستخدم مع المشويات، مع السمك، مع الفول، تاكلوها كده جنب الاكل اللي هو الحرش. خطيرة، جربوها مش هتندموا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تدعوا لابني مازن بالرحمة والمغفرة، وان ربنا يدخله الجنة في الفردوس الاعلى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.